منتخب مصر. لكن خلينا ناخد الكابتن احمد جعفر نجم نادي الزمالك. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا كابتن شومير، بمسي على حضرتك وعلى كابتن ناشف قاسم وعلى كابتن محمد سيف طبعا وعلى كابتن خالد بيومي. اهلا بيك يا ابو حميد. نقول لك يعني ادائكم النهارده كان طيب، المباراه كانت طيبه والزمالك كان في فترات قريب جدا من الفوز، لكنه هل وجودك بمفردك للامام في ظل الحاله الجيده اللي كان عليها حسني عبد ربه وابراهيم يحيى قلل جدا من فرص الخطوره على مرمى نادي الاسماعيلي النهارده يا ابو حميد؟ لا والله يا كابتن، هو الحمد لله رب العالمين طبعا على التعادل النهارده وعلى الجول. طبعا فرقه محترمه زي فرقه الاسماعيلي وانا بشكر اللعيبه طبعا، كان اداء متميز النهارده اداء نادي الزمالك. فالحمد لله على البونت النهارده طبعا، وادينا شايف ان احنا ادينا بشكل كويس والله النهارده. وانا بحمد ربنا طبعا، كنا بنلعب الاسماعيلي في ارضه فرقه كبيره وفرقه بتنافس ثاني الدوري وكده، فالحمد لله رب العالمين يعني على البونت النهارده. رغم الحاله الطيبه اللي كان عليها حازم امام ومحمد عبد الشافي، لكن الكرات العرضيه كانت قليله النهارده شويه يا ابو حميد، سببها ايه؟ لا والله مفيش يا كابتن. النهارده طبعا احنا كنا بنلعب على المرتد النهارده، عاملين ديفنس في نص الملعب فبنلعب على المرتد، فطبيعي ان هم هتبقى الاوفرات قليله النهارده. فيعني انا بشكرهم النهارده، هم عملوا يعني تعبوا النهارده في الملعب، فربنا كرمنا يعني بالبونت النهارده الحمد لله. حرس الحدود، بتروجيت، انبي، ثم الاسماعيلي، 4 مباريات من عروض ثقيل، الزمالك خرج منهم سالما، خرج منهم ب8 نقاط من اصل 12. شايف انه ده بيقرب البطوله، بيخلي المأموريه اكثر سهوله، والمباريات الصعبه بدات تعدي من على نادي الزمالك؟ ايوه كابتن طبعا، اكيد 4 ماتشات طبعا يعني مع فرقه محترمه وفرقه فرقه في المربع فوق وكده طبعا. الحمد لله طبعا على الاداء الاربع ماتشات طبعا، والحمد لله الفرقه الوحيده اللي ما خسرتش في الاربع ماتشات دول. فالحمد لله طبعا دي بتزيدنا طبعا، بتقربنا من اللقب شويه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل من كده باذن الله، ونقدر نحقق باذن الله مكسب الماتشات الجايه باذن الله، وتقربنا بطوله اكتر باذن الله يعني. كابتن احمد جعفر اشكرك شكرا جزيلا. معلش بنقطع، احنا يعني عندنا النظام بس يا كابتن خالد انه دايما الملعب ليه الاولويه، لان الناس بتحب صديقك جوارديولا ولا لا؟ لان ناس كتيره ما تعرفش ان انت صديقه جدا وزميلته في قطر. لا بهنيه دايما طبعا على في ما بيننا دايما مسجات طبعا، ودلوقتي بقى اصبح راجل مشغول جدا والناس اللي بتحبه كتير. فبحاول من وقت للتاني كده طبعا لما يكون في مباراه مهمه ببعت له رساله وهو بيرد عليا. اتغر عليك ولا لسه جدع معاك وعلاقتك بيه كويسه؟ لا طبعا، احنا كنا مع بعض في قطر، وفي نفس الوقت كان في مانشستر سيتي معايا لما كنت موجود في انجلترا. انا كملت طبعا وهو مشي، كان ساعتها بدا في مجال التدريب. من فتره لفتره كده في الاعياد ساعات بنكلم بعض، يعني دي حاجه كويسه طبعا. وهو شخصيه جميله جدا، الناس كلها بتحبه يعني. قول لي، هو كان باين انه موهوب من صغره في حته التدريب يا حسين؟ هو كابتن لما كان معايا في مانشستر بصراحه هو يعني دماغه كلها كوره زي ما بنقول احنا في مصر. بيحب الكوره. وبعدين هو قال لي كلمه مش قادر انساها لغايه دلوقتي، قال لي ما فيش حد هيجي يغير برشلونه من بعد يوهان كرويف. مدرسه الكوره كرويف لما عملها في برشلونه مستحيل اي مدرب يجي يغيرها. قال لي وكل اللي برشلونه بتعمله ان هي البول بوزيشن بتاعها، تمسك الكوره قدام اي فريق في العالم. ما بنفكرش ازاي ندافع، بنفكر ازاي نلعب كوره. ده اللي برشلونه بتعمله مع كل المباريات اللي بنشوفها. برشلونه بتلعب كوره، بتقدم كوره، ما بنشوفهمش بيفقدوا الكوره بسهوله. وطبعا اللعيبه اللي موجوده طبعا المتوفره اللي موجوده في نادي برشلونه طبعا عندها الامكانيات الكبيره. سواء موجود ريكارد او كرويف او جوارديولا، برشلونه دايما بتقدم افضل كوره. وهو موجود دلوقتي طبعا مدرب محظوظ برضه انه يبقى موجود، بس هو يستحقها طبعا. هو يستحقها طبعا، حبه للكوره فعلا. نعم. انت بتشجعهم بكره ولا بتشجع الريال؟ نعم يا كابتن. بتشجعهم ولا بتشجع الريال بكره؟ والله انا بشجع دايما برشلونه عشان جوارديولا. انا مش متعصب للكوره على فكره، بس انا بشجع برشلونه دايما عشان جوارديولا. حسين، راضي النهارده عن التعادل؟ والله ما فيش لعيب اعتقد بيبقى راضي على التعادل يا كابتن. دايما اللعيب طموحه لفوق، واحنا كان طموحنا ان احنا ناخد 3 نقاط النهارده، لكن مباراه صعبه جدا. وطبعا اول الدوري مع ثالث الدوري مباراه قويه وصعبه. وبس انا شايف ان فعلا المباراه النهارده يعني ما كانش فيها استمتاع شويه للناس اللي ممكن تتفرج على المباراه. المشاهدين كلهم ما اعتقدش انهم استمتعوا باداء جميل. يمكن تفاوت المستوى من الشوط الاول لغايه الثاني، يعني كان في شويه يمكن في اخر ربع ساعه بدا في شويه كوره الاسماعيلي يمكن يستحوذ على الكوره اكتر. احنا الشوط الاولاني ممكن بدايه ربع ساعه من الشوط الثاني كنا كويسين، بس مش باللي كان مطلوب ان احنا نسجل. طبعا اهم حاجه في كره القدم ان احنا نسجل ناخد 3 نقاط، لكن بالمباراه طبعا مباراه صعبه جدا، مباراه مش سهله طبعا. يعني البعض بيعيب عليك يا حسين انه احيانا يعني بتحتفظ بالكره زياده عن اللازم، وبالتالي من الممكن ان بتبقى بتضيع فرص او هجمات على نادي الزمالك. لا هو كابتن طبعا المركز اللي انا بلعب فيه يمكن انا بحب دايما اعمل اسيست اكتر من ان انا اجيب اهداف.
يمكن الناس اللي شافت المباراه كلها اللي فاتت ان انا بحاول ان انا لو في زميل ليا فرصه اكتر، بس احيانا في الملعب برضه انت محتاج مواقف بتيجي ان انت محتاج تاخد الجرأه شويه وتروح لما يكون اللي حواليك برضه يعني ما في لعيب هو اللي لازم يفوق فرقته، ولازم هو اللي يروح بالكوره ولازم يعدي ولازم يجرب، وبيتوفق في الكوره ممكن ما يتوفقش، ممكن تطمع في الكوره احيانا لكن مش كل الوقت طبعا. حسين، موضوع التجديد وتغيير العقد والحاجات دي كلها، هل كلها مواضيع انتهت خلاص وقررت نهائيا ان انت تستمر مع نادي الزمالك لحد نهايه مسيرتك الكرويه؟ ان شاء الله كابتن، انا موجود مع نادي الزمالك طبعا. اتمنى كل تركيزي كله دلوقتي ان احنا ناخد بطوله الدوري، يعني عارف ان جمهور الزمالك والنادي نفسه شخصيا ومعنويا وكل حاجات كتير قوي. لو فوزنا ان شاء الله السنه دي بالدوري، وعندنا عزم واصرار كبير جدا ان احنا نفوز بالدوري ونفرح الجمهور ده اللي بقى له فتره كبيره ما فرحش بطوله الدوري، ودي حاجه تضاف ليا طبعا ان انا موجود السنه دي في اول سنه في اول موسم مع الزمالك من ساعه ما جيت، ان احنا ماشيين الحمد لله متصدرين الدوري، ومن السنه اللي فاتت من بعد ما كان في المركز 13 بقينا المركز الثاني، ومنافسين من بدايه الموسم على المركز الاول. فدي حاجه تضاف ليا الحمد لله في الكارير بتاعي يعني. واتمنى الفوز بالدوري لسه بدري جدا. وموضوع العقد والكلام دوت طبعا بعد الظروف اللي حصلت والوضع اللي حصل في يناير وكل الظروف طبعا ما بتسمحش ان الواحد يتكلم في اي حاجه. طبعا الواحد دايما بيسعى للاحسن والافضل، بس دلوقتي الوضع صعب جدا للكلام في اي حاجه. كل تركيزي ان انا ان شاء الله باذن الله ناخد بطوله الدوري الاول، وكل حد في الحديث زي ما بيقول اتمنى بس الفوز ان شاء الله، نفرح الناس الاول وافرح انا شخصيا بالفوز بالدوري مع نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله تبقى الامور احسن اكيد. لا لو في بطوله وفي انجازات وفي حاجات كل حاجه هتبقى بعديها افضل طبعا. طب اسالك سؤال اخير، الموقف الان في المنتخب القطري كانت في مشكله عنيفه بينك وبين برونو ميتسو خلاص انتقل الى نادي الغرافه واصبح هناك راجيفيتش. محمد حسين راح متهيألي الغرافه متهيألي كمان متهيألي يعني الان هل الامور انتهت؟ القرار اللي كان ما بينك او الخلاف اللي كان بينك وبين برونو ميتسو مع راجيفيتش الامور انتهت، ستعود من جديد للمنتخب ولا لسه في مشكله؟ لا ما فيش اي مشاكل يا كابتن. انا بالنسبه لي تحت امر المنتخب، اي لعيب بيبقى تحت امر منتخب بلده في اي وقت. دي طبعا تبقى وجهات نظر، والخلافات موجوده في اي مكان في النادي او في المنتخب، ويمكن مدربين حبوني يمكن مدربين ما حبونيش، ده شيء يعني بيحصل مع اي لعيب مش معانا بس، بيكون في ممكن، لكن هو طبعا مشي وتعتبر بالنسبه لي صفحه اتقفلت مع الفتره اللي كان فيها دي، لان في عهد جديد دلوقتي لمدرب جديد هو اللي يقدر يقرر الفتره اللي جايه ايه اللي محتاجه، محتاجني موجود معاه طبعا. انا تحت امر المنتخب في اي وقت. هنبدا تصفيات كاس العالم في شهر 6 أو 7 تقريبا، مباراتين مع منتخب فيتنام، مباراه في قطر ومباراه في فيتنام. طبعا في الفتره ديت لو موجود مع النادي هيكون في شهر 7 تقريبا. طبعا الدوري مستمر لغايه 11/7، فاتمنى ان شاء الله انا اكون موجود مع المنتخب، وانا تحت امر المنتخب في اي وقت. اعتقد الخلافات انتهت بالنسبه لي، انتهت صفحه ميتسو، وده شيء طبعا قرار بيبقى راجع دايما للجهاز الفني والمسؤولين في قطر طبعا. كابتن حسين ياسر محمد، اشكرك شكرا جزيلا، كانت فرصه نتعرف منه على امور